بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في درس جديد جميل كده اسمه الكنترول فلو ستيتمنت في السي شارب. الكنترول فلو ستيتمنت دي كنا أخدنا منها مثال السيشن اللي فاتت اللي هي الإف ستيتمنت، اللي هو ببساطة إن أنا بخلي البرنامج بتاعي أثناء ما هو شغال بياخد قرارات معينة. بناء على القرارات دي ممكن يعمل سكيب لفانكشنز معينة، ممكن ما ينفذش فانكشنز معينة، ممكن يروح ينفذ فانكشنز معينة بعينها. فجمل التحكم دي مهمة في إن هي بتخليني أتعامل مع البرنامج بتاعي وأخليه ياخد قرارات. طيب إزاي؟ أنا مش فاهم. أقول لك مثلا وليكن إن حضرتك سايق عربية وماشي على الدائري مثلا، تمام؟ فأنت طول ما أنت ماشي في خط مستقيم مفيش مشاكل، تمام؟ بس عندك داخليا في قرار دايما بتاخده، بتقول إيه؟ لو مثلا الحارة اللي أنا شغال ماشي فيها دي عطلت، أراوت أو أروح على على الحارة اللي جنبها سواء يمين أو شمال. فأنت أخدت قرار بناء على معطيات، ففي شرط حصل إن مثلا الحارة وقفت، ده الشرط. لو الحارة وقفت، لو اتحقق الشرط اللي هيحصل إن أنا هنقل لحارة بعدها سواء يمين أو شمال، تمام؟ فده في حالتنا ده اسمه جملة تحكم، بتحكم في السواقة بتاعة العربية. بالتبعية نفس الكلام ده بيتنفذ عندنا في البروجرامينج في السي شارب، تمام؟ فمثلا أنواع التحكم عندنا في السي شارب إيه؟ في أكتر من نوع. أول نوع كنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت اللي هو الإف والإلس، اللي هو أنا عندي شرط معين، لو اتحقق هننفذ الشرط، لو ما اتحققش هنروح ننفذ ستيتمنت تانية، أو هننفذ ستيتمنت مختلفة عن لو الشرط كان بترو. فمثلا بقول لك طول ما أنت في العربية، طول ما أنت سايب العربية والخط والدنيا تمام في الحارة بتاعتك، خلاص خليك ماشي زي ما انت. طيب لو الشرط ده اتكسر، خلاص أول ما يتكسر الشرط ده اعمل ريدايركت على حارة تانية غير الحارة اللي انت كنت موجود فيها. شبيهة ليها برضو حاجة اسمها سويتش، هناخدها إن شاء الله قدام. برضو سويتش دي أنا بختار بينها من بين متعدد وبشتغل عليها شبيهة بالإف كده. ايه تاني من انواع الكنترول فلو؟ انا عندي مثلا الاتريشن، حاجه اسمها الاتريشن او جمل التكرار. دي انا بستخدمها عشان انفذ كود معين عدد مرات، بس ما اكتبش الكود اكتر من مره، تمام؟ مثال مثلا حضرتك رحت الجيم، ففي عندنا في الجيم المدرب قال لك انا عايز تعمل بوش اب او ضغط 10 مرات. فانت بتروح تعمل ضغط 10 مرات. في ال10 مرات مش بنروح ناخد منك نسخة واحد، نسخة اتنين، نسخة تلاتة، نسخة أربعة، نسخة 10، وكل مرة بتعمل ضغطة واحدة والنسخة دي تموت منك وهكذا. لأ، ما بيحصلش. هو انت نفسك بتروح تعمل نفس الحركات، نفس الأكشن بتكرره 10 مرات. طيب ايه انواع اللوبينج والإيتريشن اللي موجود عندنا؟ عندنا اكتر من نوع. عندنا نوع اسمه الفور لوبينج، الوايل لوبينج، الوايل لوبينج فور ايتش. طيب الفور ببساطة إن أنت هتعمل البوش أب 10 مرات، فأنت عارف إن هم 10 مرات، تمام؟ أنت هتعمل 10 مرات، ففي الحالة دي ينفع تستخدم إيه؟ الفور لوب. هتعمل 10 مرات، خلاص الفور لوب أنت عرفت عدد مرات التكرار بالظبط، فأنت هتلف بيها. طيب الوايل دي بتقول لك إن أنت هتقعد تعمل التكرار لحد لما تحقق، طول ما أنت محقق شرط معين، تمام؟ فمثلا ممكن المدرب بدل ما يجي يقول لك اعمل ضغط 10 مرات، فالمدرب يقول لك إيه؟ طول ما أنت فيك نفس وقادر تعمل ضغط اعمل ضغط. فانت مثلا في الحالة دي وايل، طول ما انت فيك نفس اعمل ضغط، او طول ما الساعة شغالة، او طول ما انا الساعة بتاعتي شغالة، التايمر شغال وما وقفتوش اعمل ضغط، تمام؟ فانت ممكن تعمل 10 ضغط، 20 ضغط، 30 ضغط، حسب بقى ما الشرط يتحقق امتى. طيب الدو وايل دي شبه الوايل، بس على الأقل هتتنفذ مرة واحدة. بمعنى إن ممكن الكابتن يجي يقول لك إيه؟ اعمل ضغط، اعمل ضغط، ما قالكش طالما، قالك اعمل ضغط، وبعد كده قالك إيه؟ طالما أنا واقف، تمام؟ فأنت إيه؟
عملت ضغطة واحدة وبصيت لقيت الكابتن مش واقف، فخلاص وقفت، خلاص أنا ما هعمل إيه؟ ما هو خلاص الكابتن مشي، فعلى الأقل أنت نفذت وعملت ضغطة واحدة بس. تمام. الفوريتش إن أنت بتستخدم الجمل التكرارية، أو بتستخدمها في إن أنت بتمشي على ليست من الأيتمز معينة. هنجيلها إن شاء الله قدام. أنا زي ما قلت لكم إن شاء الله دي مقدمة لحوالي 7 8 أو 9 دروس لقدام إن شاء الله يعني. بس أنا حبيت إن أنا أقول المقدمة دي لأن هي مهمة جدا وهتنفعنا قدام. ماشي. إيه النوع التالت عندنا؟ في نوع تالت بيسموه الجامب ستيتمنت أو جمل القفز. دي بنستخدمها إمتى؟ لما بننقل من مكان لمكان في الكود بشكل مفاجئ. يعني مثلا أنا مثلا باجي أقول لك إيه، عندنا منهم البريك والكونتينيو والريتيرن والجو تو. البريك دي اللي هي بتعمل خروج من التكرار فورا، من الإيتريشن بتاعتك، إن أنت حاططها جوه فور لوب مثلا. أول ما الفور لوب ده يتحقق الشرط اللي جواه بيعمل بريك، خلاص أنت لو عندك هتعمل بوش اب 100 مرة البريك ده بيفصل. يعني مثلا إيه، المدرب ممكن يقول لك إيه، اعمل لي بوش اب 20 مرة، بس بمجرد ما تتعب وقف. تمام. فأول ما أنت عملت 5 لقيت نفسك تعبت فأنت وقفت، فخلاص مكملتش ال15 مرة التانيين، ده البريك. الكونتينيو إن أنت بتعمل تجاوز للخطوة الحالية في الكود أو في التكرار وتبدأ من الخطوة اللي بعدها. بمعنى إن أنا قلت لك اعمل ضغط 10 مرات، تمام، بس لو تعبت في الخطوة رقم 5 فأنت ما تعملش الخطوة رقم 5 واشرب مية وعد 6. اعتبر إن رقم 5 دي بقت المية، إن أنت بتشرب مية، فأنت ما تعدهاش معاك، فأنت تعد 1 2 3 4، تقف تشرب مية، بعد كده تعد 6 7 8 9 10. دي الكونتينيو. الريتيرن إن أنت بتعمل خروج من دالة معينة أو فانكشن معينة وترجع قيمة. إن شاء الله هنشوف الريتيرن دي قدام. الجوتو ودي أسوأهم ومش بنحب إن احنا نستخدمها كتير، بس هي برضو موجودة. إن أنت بتعمل بتقول له إيه، بتحط كلمة جوتو في سطر معين، بعد كده بتكتب له مثلا جوتو مثلا إكس مثلا، وتروح تحط الإكس ده أو الليبل، علامة الإكس دي الليبل دي تحطها في مكان معين في الكود، فهو ممكن الكود يطلع لقدام ويرجع لورا، فده احنا بنسميها سباجيتي كود. ودي بتخلي الكود بتاعك معقد وبتبوظ الشكل العام للكود وممكن تسبب مشاكل على المدى الطويل. أمثلة حية عندنا مثلا، أنا هنا حاطط بريك بوينت. البريك بوينت بتحطها عن طريق إن أنت تضغط F9 أو تقف على أقصى الشمال هنا، شايف ممكن تضغط كده يعمل لك البريك بوينت. عندنا مثلا هنا الإيج بتاع شخص معين 16، فأنا بقول له إيه، لو الإيج بتاعك أكبر من 18 فبرنت على الكونسول أدلت. طيب لو هو أقل من 16 برنت تشايلد. طيب نشوف كده F10، أنا الإيج دلوقتي شايل كام؟ شايل 16. ندخل على الشرط، هل 16 أكبر من 18؟ لأ طبعا 16 مش أكبر أو تساوي 18. فنقول له F10، هيروح كده راح عند التشايلد، هيروح يطبع مين؟ هيروح يطبع تشايلد. تمام. ده مثال ده مثال السي شارب الأولاني. طيب بعد كده لو أنا جاي عندي الفور لوب مثلا، أنا بقول له إيه، اطبع من 1 ل5. فاحنا اللوبنج بتاعنا لو جينا كملنا مثلا حطينا هنا F9 برضو كستيتمنت وجينا كملنا، فادي F10 بدأ الاي بتاعتي دلوقتي بكام؟ ب1. فهنمسك كده اقول لك console dot write line current number is 1، بعد كده هيلف current number is 2، بعد كده هيلف current number is 3، بعد كده هيلف current number is 4، بعد كده هيلف current number is 5، بعد كده هيلف. فدي طبعات اللي شايف هو هلف 5 مرات، هيجي خلاص اللف قفل خلاص. لو بصيت على الاي هنا هتلاقيه خلاص طلعنا منها، لو احنا لسه جواها كانت هيقولك ان هي 5 وخلاص قفل على كده. بعد كده الجامبنج،
F9 عند الجامبنج هنا ونكمل. بيقولك هنا مثلا إن أنت لما تيجي عند الأي يبقى ب5 اعمل بريك. تمام، نبص الأي ب5 لأ، فهيعمل console dot write line. الأي ب5 لأ، الأي ب2 console dot write line. بعد كده الأي ب5 لأ، الأي ب5 لأ، الأي ب5 الأي ب5 فطلع كسر الحركة التكرارية. تمام، فأنا قلت لك مثلا في المثال بتاعنا بتاع الجيم إن أنت هتعمل من 1 ل10 مثلا، فأنت عملت البريك عند الضغط رقم 5، فخلاص هو بالنسبة له خلاص كده إيه، الضغط رقم 5 هيجي عندها وهيقف. تمام، عشان عمل بريك. الملخص بتاع السيشن دي إن أنت عندك حاجات ممكن تعمل بيها قرارات في السيستم بتاعك بدل ما السيستم يتنفذ سطر بسطر. القرارات دي بنسميها جمل التكرار أو جمل التحكم، بتسمح لنا إن إحنا نمشي على شروط معينة ننفذ الكود، أو على iterations معينة ننفذ الكود، وهكذا. إن شاء الله ده هيبقى مقدمة ل7-8 سيشن تانيين. ذاكروا المقدمة دي كويس، وأشوفكم على خير إن شاء الله.